مسؤولية تطور طفلكم مسؤوليتكم أولاً وآخراً، بالذات أطفال التوحد لا يعرفون يعبرون عن مشاعرهم ولا يقدرون يوصلون لك شو يصير معهم في المدرسة. فأنت شو تقول؟ أنا اللي وصلني من الجهات اللي هو يروح لها سواء مدرسة ولا مركز ولا غيره، خلاص هم قالوا لي 1 2 3 هو هذا. لا، أول شيء وأهم شيء أنت تشارك الجهة سواء مدرسة ولا مركز ولا غيره في وضع الخطة. تختار 3 أهداف 4 أهداف 5 أهداف حسب حالة طفلك، ولكن هذه الأهداف تكون معقولة منطقية واقعية. من ثم تختارون استراتيجيات اللي أنت تعرف كولي أمر أن طفلك يحتاجها عشان يدعمون طفلك في هالأهداف. ثالثا مدة الهدف، كم المدة؟ شهر 2 3 شهور؟ خلاص حطيت المدة، بعد هالمدة لازم تروح لهم. بعد شهر ما تحقق الهدف تحقق، يلا نحط واحد ثاني. ما تحقق عيل لازم نغير الاستراتيجية. ليش؟ نفكر ليش ما تحقق. لا تجلس مرتاح وتي آخر السنة تقول أنا ما شفت تطور في ولدي. السنة خلصت، أنت ضيعت سنة كاملة على طفل توحد، وأنت تعرف أن التدخل المبكر ضروري لطفل التوحد، وأي يوم محسوب بالذات لأطفال التوحد. إذا أنت مار بهالموقف وما تشوف تطور في ولدك، أنا أقول لك قوم الحين وروح راجع خطة طفلك.